السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده احنا عملنا، انتوا عارفين ان انا من كام يوم كنت عامله كنابيت واتبقى معايا حبه كده، مش هيكفوا اكل اليوم. شغل دماغي معايا شويه كفته كانوا بايتين بقالهم يومين كده، وبشرت شويه بطاطس وعملت الاكله التحفه دي، كفتهم يعني اليوم براحته. آه، حطيتي الزيت هيشرب زيت، حطيتي رشه صغيره هيشرب. انا حطيت الاول شويه زيت، ولما شرب الزيت معايا عملنا اول شويه بالزيت، بعد كده اشتغلت بقيت الاكل من غير زيت. والله طلع طعم جدا جدا على نار هاديه عشان البطاطس تستوي. هي البطاطس بس تعتبر انها نيه، لكن الكرنبيت مسلوق. قرب كده شويه المصور بتاعي. بصي، بطاطس مستويه ومش شارب زيت. ده مش شارب زيت علشان احنا عملناه في يعني بقيت الطاسه من غير زيت، انما الاولاني كان شارب شويه زيت. فانا طبعا عامله كده وعامله كده، ده شارب زيت، فانا عامله كده وعامله كده عشان انا ما بحبش اكل الحاجه بزيت بصراحه. فانا عامله شويه كده وشويه كده، فانت براحتك، عايزه تعمليه بزيت اعمليه، عايزه تعمليه من غير زيت اعمليه، وهيطلع حلو جدا وبياخد بقى الشكل الجميل التحفه ده. بصي كأننا عاملين برجر كده ولا حاجه. المهم ان البطاطس بتاعتنا بس تستوى، كل ده على نار هاديه عشان نتاكد ان هو استوى. تعالي بقى اوريكي المقادير، عملنا ايه في الاكله دي، اكله تحفه. معايا هنا شويه بطاطس كده انا بشرتهم، بشريهم بالمبشره عادي مفيش مشكله، وحطيت كل المقادير المكتوبه على الشاشه قدام منك دي. انا ما حطيتش بيض النهارده، كنت عامله من كام يوم كنت حاطه بيض، النهارده ما حطيتش بيض. والزياده النهارده ان انا حاطه معلقه من الكركم. بقطع الكرنبيت بتاعي ده مسلوق، بقطعه حتت صغيره، انا مش عايزاه مفرفت قوي بس عايزاه باين يعني قطع. وانا مقطعه هنا شويه بصل اخضر، وطبعا حاطه معلقه توم برضو. والبطاطس برضو الكميه دي براحتك، عايزه تزودي اللي انت عايزاه براحتك خالص. وشويه الكفته دول كانوا بايتين عندي زي ما قلت في اول الفيديو. فرفتي كله على بعضه كده قطع كبيره عشان يبقى باين ايه انت بتاكلي ايه يعني. وقلبي كله في قلب المكونات دي كده. بس مجرد بقى ما كله اتقلب كده واتملح واخد كله من بعضه كده، هبتدي بقى اقليه بالقطعه المدوره دي. انا هنا في الاول كنت حاطه زيت. القطعه دي عشان تعملي بس تطلع لي الاقراص مظبوطه ومدوره بس مش اكتر. عندك اعملي بيها، مش عندك مفيش مشكله خالص. المهم تكون النار هاديه علشان البطاطس بتاعتنا تستوي، هي الوحيده اللي نية عندنا. واكله جميله وبسيطه، وكفت معايا اليوم كله والله، واتبقى كمان منها. فاحنا كستات مصريين بنقدر نمشي حالنا بالموجود عندنا، يعني الكفته مثلا بايته يومين مش هتتاكل. شويه بطاطس مبشوره على شويه الكرنبيت اللي باقيين ما كانوش هيكفوا. وكانت اكله جميله قوي جنب شويه خضره فجل بقى بصل اخضر، واكله شعبيه كده جميله. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. يكون الفيديو بتاعي خفيف على قلوبكم ويكون عجبكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.